عندك تقيس هاد البطونه هادي الا كنتي راكب شي طياره. واش اخبارك بلي هاد البنت كانت غتقتل اي واحد كان راكب في ديك الطياره بهاد الزر هذا؟ هاد الفيديو غادي يصوروا واحد الشخص كان من السياح، وبطبيعه الحال هاد البنت هذه اللي راكبه حتى هي كانت وحده من دوك السياح اللي كانوا كيديروا واحد الجوله بالطائره. بعد ما كانت غتورك على داك الزر والا البيلوت غادي يدخل في اخر لحظه، وكيف ما شفنا في الفيديو ان البيلوت كان كيمنعها بشكل نهائي انها توصل لداك الزر، حيت هنا بعد ما غادي يمنعها غادي يغوت عليه وغادي يقول لها واش بغيتي تقتلينا وتقتلي الراس ديالك. وشنو هو السر اللي خلى البيلوت يغوت على ديك البنت لهاد الدرجه؟ اشنو كانت غدير اصلا؟ وشنو هو داك الزر ولاش كيتستعمل؟ هذاك الزر في الاصل هو مكابح، ولا كيف ما كنقولوا حنا الفران، حيت الطياره كيكونوا فيها جوج ديال المراوح، المروحه الرئيسيه والمروحه الخلفيه، وهذاك الفران بطبيعه الحال كيوقف جوج ديال المروحات، يعني كيوقفهم في مره واحده. وفي هذه الحاله نقدروا نقولوا بلي داك الفران كيوقف الطياره بشكل نهائي، يعني ما غاديش تبقى تقلع. ولكن هذا الفران هذا بالضبط كيتستعمل ملي الطياره كتكون في الارض، يعني صافي غادي توقف بمره، ماشي وهي طايره في السماء، حيت هذيك البنت كانت غتستعملو والا طايرين في السماء كانوا غادي يمشيو فيها. هذاك الشيء باش الا طلعتي في شي طياره ولا في اي بلاصه ديال التنقل وياك تقيس شي حاجه ما عارفاش. يلا دابا كلشي خليه في كومونتيرات، كل واحد فيكم يشرفني بالمدينه ديالو اللي وصلوا فيها هذا الفيديو. الا سمعتي هذا الصوت في الداخل ديال البحر احتمال كبير تموت. جوج ديال الغواصين غادي يتلاحوا في البحر باش يكتشفوا شنو كاين لتحت، وبطبيعه الحال كلشي كان غادي مزيان، وبالضبط حتى خرجت الصفاره ديال السونار. وهاد جوج ديال الغواصين غادي يتخلعوا ملي غادي يسمعوا هاد الصوت، وحتى غادي يتشلوا في البلاصه ديالهم، وعندهم الزهر ملي بقاو حيين. بالنسبه لصوت السونار اللي ما عرفوش، هو بطبيعه الحال اختبار كيديروا الغواصات من تحت الماء. هذا اختبار كديروا الغواصه ملي كيكون شي حرب ولا شي حاجه والصوت كيفوت 240 ديسيبل، وإلا رجع لهم الصوت بشي طريقه اللي ماشي هذيك كيكتشف لهم شنو هما الاجسام اللي كاينين تما لداخل. وإلا كنتي قريب ليها بزاف وتطلق هذا الصوت هذا والا غيأثر لك على الدماغ ديالك، يعني كتسبب لك نزيف في المخ ديالك وبالتالي تقدر تموت. هذاك الشيء باش هاد الغواصين كانوا محظوظين حيت كانوا بعاد بزاف على داك الصوت، هما حقا ما ماتوش لكن تاثروا بشكل اللي هو كبير. يلا دابا كلشي خليه في كومونتيرات، شنو سميت احسن بحر زرتيه في حياتك وعجبك؟ اسوأ عيد الميلاد غادي يدوز هاد الشاب في الحياه ديالو. واخا هاد النهار هو العيد الميلاد ديال هاد الشاب هذا، ولكن غادي يدوز اخيب عيد الميلاد في حياته. كيف ما كنشوفوا ان الشرطه جايبه ليه الحلوى وجايبه ليه المناضه ومدلعينه بطبيعه الحال، لكن مع ذلك داك الشاب كيكون حزين. وشنو السبب؟ مصور في البرازيل، والبرازيل عندهم واحد القانون باللي ممنوع انك تشد شي واحد عنده قل من 18 عام. هاد الشاب هذا سميتو باولو رودريغيز، كان كيستغل السن ديالو في اي حاجه، يعني كان كيسرق كل مره وفي ما كيشدوه الشرطه كيتحققوا من الهويه ديالو والا كيعاودوا يطلقوه. هاد الشيء علاش؟ حيت كان قل من 18 عام. كيف ما قلت لكم الشرطه غادي دير ليه واحد الخطه انها خلات ليه يدير داكشي اللي بغا حتى غادي يكمل 18 عام، ونهار اللي وصل 18 عام غادي تشدو الشرطه وهو نهار عيد الميلاد ديالو، والسبب انه غادي يسرق واحد الشاكمه ديال الطوموبيل. الاسوء من هادشي كامل ان الوالده ديالو كانت حاضره نهار عيد الميلاد ديالو، يعني النهار اللي غادي يكمل فيه 18 عام وهما اللي غادي يديروا ليه عيد الميلاد، والا كلشي قدام عينيهم. على ما كيقولوا باللي بعد ما غادي يتنشروا هاد الفيديوهات هادو الشرطه غادي يدوزوهم في التاديب. وعلاش داروا معاهم اجراء التاديب؟ حيت ما كانش مصرح لهم انهم يديروا بحال هكا. يلا دابا كلشي خليه في كومونتيرات، في اين شهر ونهار انت عندك عيد الميلاد؟